8 رياضيين مصريين اتخلوا عن اسم مصر عشان مصلحتهم. واحد منهم اشتغل بياع شاورما. مروان الشربجي، انجلترا سكواش، اتولد في اسكندرية سنة 1993 ولعب 461 مباراة باسم مصر على مدار 12 سنة. ولما أخوه تخلى عن مصر قال: أنا غير محمد يا أنكل. ده كان كلام مروان الشربجي لعاصم خليفة رئيس اتحاد الاسكواش بعد قرار أخوه محمد بتمثيل انجلترا بدل مصر، وكلنا ساعتها صدقناه وقلنا فعلا يخلق من ظهر الفاسد عالم. بس الحقيقة ما طلعتش كده خالص، وكلنا اتفاجئنا بأن مروان المصنف السادس عالميا واللي محقق 13 بطولة باسم مصر في مسيرته عمل زي محمد أخوه وقرر يمثل انجلترا بدل مصر. وقال عن الخطوة دي: حاسس اني عايز ابدأ فصل جديد من مسيرتي خلال تمثيل انجلترا واقدم حاجة للبلد اللي ادتني كل حاجة. انا عشت هنا 16 سنة واتعلمت على ايد كتير من المدربين البريطانيين، عشان كده حبيت ارد الجميل. محمد الشربجي، انجلترا سكواش، اتولد في اسكندرية سنة 1991 وكان بطل العالم في سنة 2017. ده غير مجموعة كبيرة من البطولات. قدر يحقق 44 لقب باسم مصر. وفي سنة 2022 وتحديدا في شهر يونيو أعلن محمد الشربجي إنه هيمثل إنجلترا بعد كده في البطولات الدولية. وقبل ما يعلن ده بسنة هاجم الاتحاد المصري للسكواش وقال: بقالي سنين محدش بيفكر فيا، عشان كده لازم يجي الوقت اللي أفكر فيه في نفسي. كل مرة كنت برجع فيها مصر ما كنتش حتى بلاقي صورة ليا في المطار. فرد الاتحاد المصري للسكواش وقال إن محمد أخذ المساهمات المالية طبقا لقرارات وزارة الشباب والرياضة، وإن وجود محمد في إنجلترا هي رغبته الشخصية، لأن كل مرة كان بيتم استدعائه لمصر كان بيقدم عذر مختلف. محمد الشربجي ما كانش لاعب سكواش مصري عادي، لأنه قدر يفوز ب 42 لقب في مسيرته المهنية وتخطى عدد ألقاب الأسطورة رامي عاشور صاحب ال40 لقب. ده غير إنه قدر يكون المصنف الأول عالميا باسم مصر في يوم من الأيام. أحمد بدير، قطر رمي الرمح. بسبب الفلوس وقلة التقدير وعدم الاهتمام بالرياضات الفردية في مصر، زي ما صرح أحمد بدير نجم منتخب مصر السابق في رمي الرمح، قرر الحصول على الجنسية القطرية واللعب باسم المنتخب القطري، وبرر موقفه وقال: مفيش أي اهتمام في مصر بالألعاب دي. أيمن حسام، بولندا كونغ فو. رغم الموهبة الكبيرة اللي اتميز بيها في الكونغ فو ومشاركاته مع المنتخب المصري، إلا إنه ضعف قدام الفلوس وقرر يتخلى عن جنسيته المصرية واللعب باسم بولندا. فارس حسونة، قطر رفع أثقال. فارس هو واحد من أهم أبطال رفع الأثقال. اتولد في المحلة وبدأ حبه للرياضة بسبب إبراهيم حسونة والده، واللي حقق لمصر ميداليات أكتر من مرة. فارس بسبب خلافات مع اتحاد رفع الأثقال قرر إنه يتخلى عن العلم المصري ويمثل قطر، واللي كسب باسمهم الميدالية الذهبية في منافسات دورة الألعاب الأولمبية. وكانت آخر مباراة لعبها لصالح مصر هي بطولة الجمهورية لرفع الأثقال في أكتوبر 2013. أشرف أمجد الصيفي، رمي المطرقة قطر. اتولد في 20 فبراير 1995، ورياضة رمي المطرقة هي واحدة من الرياضات الفردية. ولأن أشرف صاحب طموح كبير وكان شايف إن مصر مش هتساعده في تحقيق الطموح ده، قرر إنه يسافر ويروح قطر، وقدر هناك يحقق طموحه ويفوز ببطولات وميداليات فضية وذهبية. وقال: هرفع راية قطر إن شاء الله وهفرح شعب قطر ببطولات أكتر. عائلة عواد، قطر كرة يد. هي واحدة من أهم وأشهر العائلات اللي كانت بمثابة منبع لمواهب كرة اليد المصرية، واللي منها ظهر لنا لاعبين مميزين في المنتخب القومي. حسن عواد، الأخ الأصغر للنجوم حسين وحازم وأشرف، سافر وراح قطر في سبيل إنه يحصل على الجنسية القطرية. ومش كده وبس، قرر إنه يلعب باسم المنتخب ولعب مباراة ضد منتخب بلده مصر، واللي كان في يوم من الأيام بيدافع عنها بلعبته، ورد على الانتقادات اللي اتعرض ليها وقال: أنا مش خاين عشان اتجنست لبلد تاني غير مصر. أنا مصري، لكن في النهاية ده شغلي ولازم أشوف مصلحتي، وأنا بصيت لمستقبل ولادي. طارق عبد السلام، بلغاريا مصارعة. في 2015 رفض الاتحاد المصري للمصارعة علاج طارق بحجة إنه مش لاعب أساسي في المنتخب، رغم إنه كان محقق ميدالية ذهبية إفريقية. وبسبب عدم التقدير ده قرر طارق الاعتزال وسافر لبلغاريا عشان يتعالج. ولأن العيشة كانت صعبة اشتغل في مطعم شاورما، ولما اتعرفت قصته اتبنته بلغاريا وتحملت كل تكاليف علاجه، وهو رد ليها الجميل بأنه فاز بلقب بطولة أفريقيا باسم بلغاريا.